عايزين نتكلم النهارده في موضوع حلو كده دسم علميًا، وهو إزاي إحنا بنتخن أصلًا، يعني إيه اللي بيخلّي حد أمّا ياكل كتير ما بيبانش على جسمه، إيه اللي بيخلّي حد لمّا بياكل كتير بيتخن وبيبقى 120 كيلو، ساعات الناس اللي بتبقى 120 و130 كيلو ما بيبقاش عندهم أصلًا مثلًا سُكّر ولا حتى مقاومة أنسولين، وواحد يكون وزنه زاد 10 كيلو وتلاقيه مرّة واحدة جاله السُكّر، إيه اللي بيخلّي الفروق دي بتحصل؟ إحنا عندنا الfat cell أو الخلية الدهنية، بينطبق عليها حاجتين إزاي بتزيد في الحجم، وكلنا عندنا الحاجتين دول بس بنسب مختلفة. الحاجتين دول هُم مصطلحات علمية هنشرحها كده بالتفصيل وبالراحة، وهي أول مصطلح هو الhypertrophy اللي هو زيادة الحجم بتاع الخلية نفسه، والخلايا الدهنية ممكن تكبر معاك ل4000 حجمها، يعني ده رقم كبير جدًا يعني. وفي مصطلح تاني اسمه hyperplasia أو hyperplasia على حسب ما بتتنطق، وده معناه إن الخلايا الدهنية بتخلِّف خلايا دهنية صغيّرة، نونو كده صغيّر يعني، فده المصطلحين، فكُلّنا بنتخن بنفس الطريقة، يا إلا الhypertrophy هو اللي بيبقى مسيطر، يا إلا الhyperplasia هو اللي بيبقى مسيطر. وعلى ذِكر المعلومة دي، في معلومة مهمة جدًا لكل الناس اللي عندها أطفال، إن الطبيعي اللي في أغلب الناس بيبقى الhypertrophy ده هو السائد، يعني دايمًا الخلايا الدهنية نفسها بتكبر، لكن إن الخلايا عددها يزيد ده لأ، ده بيقل في العُمر، يعني بعد المراهقة خلاص هي كده عدد الخلايا الدهنية ثابت بتكبر بس، لكن إن الخلايا تخلِّف خلايا تانية صغيّرة ده نادرًا ما بيحصل. لو طفل وهو صغير بيبقى over fit بقى قاعدين نأكّله ليل بالنهار، قاعد ياخد energy عالية أوي، لأ ده junk food حلويات الكلام ده كلّه، الجسم هيعمل إيه ما لازم يخزّن الenergy الزيادة دي، بيبتدي يزوّد حجم الخلية نفسها، فالطفل بيكبر ومش بس كده بيزوّد العدد كمان، فأنت بتخلّي فرص إن هو يبقى شكله زايد في الوزن وكبير وحجمه كبير واللخبطة اللي بتحصل دي كلّها بداية أصلًا من الطفولة، فطبعًا لو إحنا ضبّطنا الأكل بتاع الأطفال ووصّلناهم لمرحلة معيّنة إن يبقى الخلايا الدهنية في جسمهم عددها مناسب والدنيا لطيفة، مش هيوصل للمراحل لمّا ييجي يتخن حتى قدّام في المستقبل، بدل ما يبقى مثلًا عنده ولنفترض مليون خلية دهنية أي رقم وخلاص، خلّيت أنا عنده 3.000.000 فبقى حجمه في الزيادة أكبر بكتير من الطفل اللي هو كان وهو صغير وزنه وجسمه مناسب. لإن زي ما باقول لكم أغلبنا 90% من البشر بيتخن بطريقة الhypertrophy دي أكتر، إن هي الخلايا الدهنية نفسها حجمها يكبر، فوأنا لو أنا أصلًا وأنا طفل أعداد الخلايا الدهنية دي عندي زادت كتير جدًا، ما أنا كده هابقى عُرضة إن أنا شكلي وحجمي يبقى أكبر بكتير من فكرة طفل مثلًا الخلايا الدهنية في جسمه مناسبة ووزنه مناسب والدنيا زي الفل. ده مش معناه خالص إن أنا لو عندي دلوقتي أطفال في سِن المراهقة والّا عندي ناس كبار إن كده أو أنا حد كبير وطفولتي كانت overweight على طول والكلام ده كلّه، إن أنا كده الدنيا باظت خلاص يعني، لأ كل حاجة بتتحل بlifestyle صحّي وكل كل الأسباب اللي وصّلتنا للسمنة لمّا نبطّلها خلاص السمنة بتروح والهرمونات بتتضبط والجسم بيبقى في أحسن وضع ليه، بس قصدي لو نلحق مع حد من البداية أكيد هيبقى أحسن، كل يوم هتاخد فيه الخطوة بدري سواء ليك أو لحد من عيلتك أو لحد يهمك وبتحبه، ده طبعًا يعني أحسن حاجة ممكن تعملها لنفسك وليهم. طيب نكمّل بقى في الموضوع الأساسي بتاعنا، ده كان جزئية صغيّرة كده متفرّعة منّه، خلّينا نقول إن إحنا دلوقتي بناخد energy أعلى من اللي أنا جسمي محتاجها، فجسمي غصبٍ عنّه محتاج إن هو يخزّنها، بيعمل إيه الجسم؟ كُلّنا شغّالين بالاتنين mechanism دول الhypertrophy والhyperplasia. تبتدي الخلايا أول حاجة في الأغلب هتلاقي حجم الخلايا نفسها الدهنية بيزيد، اللي هي بالذات الحاجات بقى اللي هي الsubcutaneous fat نفسه، يعني تلاقي الجسم كده بدأ يعرض شوية الmedium بقى large، الlarge بقى extra large وهكذا يعني، فتلاقي نفسك بالحجم بيزيد. طيب خلاص الخلية دي خدت حجمها وما عادتش قادرة يعني يتحط فيها دهون أكتر من كده، أنا كده خلاص عملت اللي عليَّ. تبتدي يطلع شوية خلايا صغيرة كده ودول بتبقى بنسبة بسيطة عند أغلب الناس. تبتدي ينشأ خلايا دهنية صغيرة كده، فالجسم برضه يحط فيها الدهون الزيادة دي. طب خلاص بقى إحنا خلّصنا ما عادش عندي ولا قدرة إن أنا الخلايا دي تنقسم ولا إن هي تجيب fat cells صغيرة ولا عندي أماكن أخزّن فيها، أنا كده خلاص عارفين مثلًا حد داخل أوضة وبيحط فيها شوية كراكيب والّا بيحط فيها شوية فرش، خلاص هي الأوضة اتزحمت، هاعمل إيه بعدين؟ بيبتدي بقى الدهون تتخزّن فين؟ في الvisceral fat في الأحشاء، حوالين الأحشاء، حوالين الكبد، حوالين البنكرياس،
اللي هي الدهون الحشوية اللي هي أصل كل المصايب الصحية تقريبًا، بدون الدخول في تفاصيل علمية كتير لأن الموضوع أصلًا already علمي يعني. لمّا بيحصل حشو الدهون دي حوالين الأحشاء، بيبتدي بقى دي مرحلة مقاومة الأنسولين، بيبتدي ده اللي هو اللخبطة في الأنسولين، اللخبطة في الهرمونات، بيبتدي اللي هو دي البداية كده بتاعة اللي هو إحنا مثلًا نستنى شوية والسكر هييجي. مين اللي بيقول إن الخلايا الدهنية توصل لكام رقم مثلًا، يعني إيه اللي عرّفني أنا جسمي ده العدد بتاع الخلايا هتكبر في قد إيه، والّا هتوصل لأعداد تعرف تنقسم فيها إزاي؟ اللي بيقول لي الكلام ده الgenetics بتاعتنا، كل واحد فينا الجينات بتاعته هي اللي بتتحكم هو بيتخن إزاي والدهون بتتحوّش إزاي وبيحصل فيها اللي بيحصل ده كلّه. عشان كده مثلًا تلاقوا في الهند مثلًا ممكن واحد عمركم ما تشوفوا واحد مثلًا هندي وزنه عالي أوي إلا نادرًا، دايمًا هتلاقي مثلًا بيبقوا عندهم كرش كبير كده. ليه بقى؟ لإن هم بيبقى أغلبهم ما عندهمش قدرة لانقسام الخلايا الكتير دي، فالخلايا الدهنية اللي هي الخلايا بتكبر في الحجم بالhypertrophy mechanism ده، خلاص كده كبرت بالحجم الحمد لله. بعد كده ما عادش في خلايا دهنية صغيرة أحُط فيها الدهون، بنبتدي يحوّش على الvisceral fat once إن هو وصل visceral fat خلاص كده كل سنة وأنت طيب، مقاومة أنسولين، سُكّر وهكذا. أصلًا بقى بيحصل مقاومة الأنسولين بسبب الموضوع بتاع الvisceral fat والكلام ده كلّه، إحنا كده خلاص بقى الدهون دي ما عادش ليها مكان أصلًا في الجسم، خلاص إحنا حشينا حوالين الأعضاء وحشينا في كل حتة، الدهون دي بتفضل تcirculate كده اللي هي بتقعد تدور في الجسم كده عشان هي ما لهاش مكان، فالأنسولين يزيد أوي في الدم لإن الأنسولين أصلًا هو fat storage hormone، هو أصلًا الهرمون المسؤول عن التخزين، فيقعد يحاول يطلع يزيد، يزيد، يزيد عشان ينضّف الجسم من الدهون دي، بس ما فيش مكان نحُط فيه الدهون ده، فهنعمل إيه بقى دلوقتي الخطوة اللي بعدها؟ الخطوة اللي بعدها إن أنا أحشي الأعضاء نفسها بالدهون دي، فيحصل بقى الfatty liver الكبد الدهني، يحصل الfatty organ بقى الأعضاء نفسها تبقى زي الfatty liver كده اللي هي كبد دهني، بنكرياس دهني بقى والدنيا تبقى بايظة خالص. يبتدي بقى الجلوكوز أصلًا دلوقتي يبقى عالي، وجسمنا وخلايانا ما عادوش قادرين يستقبلوا أي نوع من أنواع الطاقة الزيادة، ما هو واحد عنده اللخبطة دي كلها هتلاقيه طول النهار بياكل كميات كبيرة، بياكل حلويات، سكريات، الكلام ده كله، فبيبتدي الجسم أصلًا كمان سكر الدم بتاعه عالي جدًا والدنيا بايظة، فإيه اللي يحصل بعد كده؟ خلاص كده أنا وصلت الfat threshold بتاعي، ما عادش في أي أماكن أحط فيها دهون حتى جوه الأعضاء، حشيت جوه الأعضاء فخلاص كده أنا كده الجسم سلِّم نمر كده، البنكرياس سلِّم نمر خلاص، يحصل السكر بقى. fat threshold ده اللي هو أنا جسمي هياخد دهون قد إيه قبل ما يحصل بقى لمقاومة الأنسولين والسكر واللخبطة دي كلها، ففي ناس بيبقى الfat threshold بتاعها عالي شوية، اللي هو عنده قدرة إن الخلايا الدهنية تقعد تنقسم، وعنده قدرة إن الخلايا الدهنية تزيد في الحجم بشكل كبير والكلام ده كله، فعشان كده ممكن تلاقي واحد مثلًا وزنه 120 كيلو ولسه ما جالوش مقاومة أنسولين، هو الدنيا متبهدلة طبعًا زيه زي الناس اللي هييجي لها مقاومة أنسولين وكل حاجة، وبياكل كميات كبيرة وبيحصل لخبطة في الأنسولين وكل حاجة، بس اللي هو عقبال ما ييجي له السكر لسه شوية. ممكن ناس تبقى اللي هي الوزن بتاعها قليل وييجي لها سكر، ودول الناس مثلًا الرفيعين اللي بيقعدوا يلخبطوا في الأكل كميات كبيرة، وهُم مش واخدين بالهم خالص إن ما فيش دهون باينة كsubcutaneous يعني، بس الأعضاء جوّه محشية دهون، محشية دهون حرفيًا لإن الجسم من الsubcutaneous بتاعه يعني بيبقى عندهم الدهون اللي هي تحت الجلد دي، الخلايا الدهنية اللي تحت الجلد دي ما بتاخدش كمية كبيرة، فبيبتدي الجسم يحشي على طول، يحط بقى في الأعضاء والكلام ده كله، فيحصل لهم مشاكل وسكر وأمراض قد كده وهم مش عارفين ولا واخدين بالهم. لدرجة إن كان بيبقى في دراسة بتقول إن الناس اللي وزنها زايد بتعيش أكتر من الناس الرفيعة، لإن اللي وزنهم زايد بييجي لهم وقت يضبطوا اللايف ستايل بتاعهم، والناس الرفيعة ما بتاخدش بالها مثلًا يعني. هو بيفوق بالضبط على مقاومة أنسولين، بيفوق على كبد دهني، بيفوق على سكر وهكذا. طيب أعرف منين بقى إن أنا وصلت للfat threshold بتاعي ده اللي هو الحد الأقصى إن أنا كده خلاص بعد كده جسمي داخل على الدهون الحشوية، عن طريق إن أنا أقيس محيط الوسط بتاعي على طولي، لو طلع النسبة أكتر من نُص يبقى أنا كده في مشكلة، أيًا كان بقى رفيع وزني 20 كيلو، وزني 50، وزني 100، وزني once إن أنا محيط وسطي اللي هو من عند الbelly button كده من عند السرة كده، ده يعني ده القياس بتاعها، في كلام اللي هو لأ من عند عضمة الحوض، بس خلّينا على اللي هي حتة السرة نفسها، نقسم بقى محيط السرة ده على الطول بتاعنا، لو طلع النسبة أكتر من نُص فنلحق نفسنا على طول، ما نبُصّش أصلًا ده أنا وزني مضبوط، ده أنا شكل جسمي حلو، ده لأ ما فيش الكلام ده خالص في الموضوع ده once إن أنا خلاص كده ابتديت النسبة بتاعتي أكتر من نُص كده جسمي أصلًا ابتدى يحوّش دهون في الvisceral fat، أصلًا موضوع الكبد الدهني ده يعني أنت لو ماشي في الشارع كده ويالّا بينا نغمض عينينا ونختار مين اللي عنده كبد دهني، بنسبة 90% هتلاقي اللي أنت مشاور عليهم عندهم كبد دهني، عند كل الناس وهُم مش واخدين بالهم.
من كميات طبعًا السكر والjunk food والinflammation اللي بيحصل في الجسم واللخبطة دي كلّها. الملخص بتاع الكلام ده كلّه إن أنت لمّا بتاكل أكل غير صحّي، لمّا بتاكل كميات كبيرة من الأكل بالذات الغير صحّي، لإن أنت لو هرموناتك مضبوطة الطبيعي إن أنت بتاكل كميات مش كبيرة أصلًا يعني، لو بتاكل حلويات وjunk food سواء بيطلع على جسمك بيبان عليك إن أنت بتتخن، سواء لسه ما جاش مقاومة أنسولين، سواء لسه ما جاش سُكّر، سواء إن أنت العيلة عندك يا دوب لو حد زاد 10 كيلو فجأة بيلاقي عنده مقاومة أنسولين واحتمال ييجي له سُكّر مثلًا، لو حد رفيّع وبياكل كميات ومش باين عليه، كل الكلام ده كلّه في الآخر بيوصّل لمقاومة الأنسولين وبيوصّل للسُكّر وبيوصّل للضغط، بس هو باختلاف الوقت اللي هاوصل فيه، بس. فالحل بتاع الكلام ده كلّه إيه بقى، اللي إحنا بنعمله اللي هو الصيام المتقطّع والتقليل الكربوهيدرات ونشيل بقى الكميات الرهيبة من الinflammation اللي بتحصل في الجسم بسبب الزيوت النباتية والسُكّر والكلام ده كلّه.